مش لازم يكون في حدود بين best friends. اوكي، لازم يكون في حدود بين best friends، لانه انا وياها best friend، بكل علاقه لازم يكون في حدود، مش بس البست فريندز. هي البست فريند هي صداقه مقربه، انا اللي بدي اياه بقدر احكي لرفيقتي، واللي ما بدي اياه ما يعني، او اللي ما بقدر اني احكي لرفيقتي ما بيكون شيء خصوصي. فهيدا الشيء مثلا ما بتقدري من جوا بتقولي انه ما لازم اخبرها. لازم يكون في حدود. اذا ما كان في حدود، اي مشكله صغيره ممكن يكون مشكله تافهه تؤدي لاختلاف وما بقى يحكوا بعض. فاذا كان في حدود كل واحد رح يعرف شو يحكي. يمكن الشخص الثاني ما يحب المزح كثير، يتضايق من انه شغله تقول. فلازم يكون في ليميت او انه لكل شيء بيقولوه حتى يضلوا مع بعض كل العمر، ما يفترقوا على انه مشكله. وانا بالنسبه لي لازم يكون في حدود وكثير ضروريه، لانه اول شيء لازم هن يحموا حالهم. يعني نحن لازم نعرف انه الانسان ضعيف، فممكن باي وقت يغلط او شيء. نحن لازم نحمي حالنا من انه نتعرض ل disappointment. فبلا لازم يكون في حدود، وبرايي كثير مهمه. لازم يكون في حدود ضروري، لانه عاده الانسان هو بيتاثر، بس دائما البست فريند هي عاده لازم تعرف من شو بيتاثر ايه ولا لا. فهيدي الحدود هيدي الحدود هي اللي بتحط مجموعه على الاشياء المفروض نمزح فيها ايه ولا لا. وفي اشياء دائما بيرسونال بتصير بركي ما بدك تخبريها للبست فريند، لان ورا هالحدود بتحط موقف شو بتخبري وشو ما بتخبري. بالإضافة للصداقات الحقيقية مش غلط يكون عندك رفقة عن مصلحة. نحن بحاجة لرفقة مصلحة لنستفيد منهم وليستفيدوا منا. إذا نحن ما رفقنا ناس وما عرفنا قدراتهم يمكن أفكارهم، ما رح نقدر كل شيء نكونه لوحدنا. بحاجة دائما لأشخاص تكون معنا، تشاركنا دائما آراءها ونستفيد منها. مش ضروري يكون عنا عالم نستغلها بهالطريقه، نحن بنكون بالفعل عم نستغلهم. واذا بترجع لكل واحد، ما مش حلو انه نحن نكون حدا يكون عم بيستغلنا نحن. بركي فينا نحن نتعاون مع اصدقائنا الحقيقيه لنوصل للي بدنا اياه من الشخص اللي نحن عم نستغله. مش ضروري نكون المصلحة يعني استغلال. في فرق بين استغلال ومصلحة. كمان هنا حيكون مصلحة يعني معنا، عم نستفيد من بعض، عم نشارك بعض. مش ضروري ان انا اكون مصلحة يعني بس استغلال تحت عنوان استغلال. لا، انا عم شاركه وهو عم بيشاركني. حيجي يوم انا بدي شيء منه هو حيكون بده شيء مني، فمنا ابدا استغلال. أنا بالنسبة لي كتير مهمين الصداقات الحقيقية، وهن أساس عن جد بكفوا معنا طول العمر. بس الحياة مش هي كل الوقت إنه عندك ناس بتحبك حواليك. في أوقات أنت بحاجة لناس، وهن أكيد بالمقابل بحاجة لإلك. أهم شيء ما تكون استغلال من طرف واحد، بس مش غلط يكون عندك ناس هن يكونوا معارف بيكونوا يساعدوك بمحلات إذا هن وصلوا لمحل يساعدوك. انا احكي شخصيا، بلاقي حالي انه انا كشخص ما بحب الاستغلال. واذا حدا اجى مثلا حكي معي او كان صديق لي باستغلال، ما حكون ابدا رضا عنه. ودائما صاحبه الاستغلال حسب انا شو شايفه، بلاقي انه صاحبه اللي بتكون كلها استغلال ومصلحه ما بتدوم اول شغله، وبتسبب كتير مشاكل. وانا من النوع اللي ما بحب المصلحه. بس أنا ما قصدي يكون صديق القريب تبعك هو عم بيستغلك لمصلحة. أنا قصدي ممكن تكونوا بتعرفوا بعض من محل مشترك، وتثاقبت إنه أنت بحاجة لهالشخص أو هو بحاجة لإلك. ما قصدي إنه أنتوا تكونوا قراب من بعض وبس شخص واحد هو عم بيكون صديق تاني كرمال مصلحة. لا، هيدا الصداقات الحقيقية لواحد، وهن مش غلط يكون عندك حدا بتعرفوا ممكن أنت بتساعديه بمحل وهو بيساعدك بمحل تاني. أنا بعارضك، لأنه أنا لو بدي أكون صديق مع حدا ما حصادقه كرمال مصلحة أبداً. الصداقة الحقيقية هي أتمم ما أنها تكون صداقة مصلحة. وحتى لو بدي استفيد منه أو أنا كتير بحاجته بهالفترة وبدي يكون مصلحة معه كرمال أخذ هاي الشغلة، ما بعملها لو عجزت. إذا صديقك أو صديقتك المقرب خانك،
فيكي ترجعي تكوني رفقة معه؟ اكيد فيك ترجعي تكوني رفقه معه، لانه اذا فيهم يرجعوا يثبتوا لك انه عنده انه هن تغيروا، لانه كنا نحن بالنهايه بنتغير او بنقطع بظروف بتخلينا نتغير، ودائما نحن لازم نسامحهم على شو ما صار، لانه بالاخر نحن ما فينا ننسى كل شيء قضينا وقت معهم. حتى لو رجعتي صداقة معهم ورجعتي العلاقة ما حتكون نفس العلاقة اللي كنتي انت وياه فيها قبل. يعني انت كأنك عم ترقعي اشياء صارت انه هو خانك اول شيء ورجع قال لك واعتذر وسوري ومعليه حتى لو رجعت الصداقة ما حتكون نفس الصداقة اللي كانت قبل ابدا بتاتا. اذا انت ناوي انه تنسى شو اللي صار، لكن ما في شيء حيوقفك انه ترجع العلاقه مثل ما هي كانت. فاكيد في عندك كذا فاكتور بتنحط قدامك انه ايه انت انجرحتي، بس انت عندك تشويس تنقي اذا بدك ترجعي مثل ما قبل، مثل ما العلاقه كانت من قبل او لا. بالنسبة لإلي لطالما هذا الشخص عارف غلطه وهو حابب انه يتغير، انا ما عندي مشكلة ابدا، لانه بالنهاية كلنا بنغلط يوميا وكلنا بنستحق فرصة تانية، ومثل ما الله بيعطينا فرصة متجددة كل يوم، مين نحن ما نعطي فرصة لغيرنا؟ صعب ارجع العلاقه اللي كانت بالنسبه إلي، لانه رح افقد الثقه، بطل امن فيه انه ممكن يرجع مثل قبل، انه كعلاقه كتير قويه، رح بطل عامله مثل قبل. شو ما كان هيدا الشيء بيرجع لي انا ما بقدر، بس مسامحه صعبه، انا المسامحه بالنسبه لي كتير صعبه. يس. انا قبل مرة حكيت انه اذا حدا انا ما بحب رفقة المصلحة، وهلا اذا حدا خانني انا كمان ما بسامح بسرعة، وبنفس الوقت بآمن انه في تغيير، بس حتى التغيير احيانا انت كشخص دائما كل شيء بيصير معك بحياتك بيأثر عليك، وهيدا الشيء اذا أثر علي ولا ممكن اني سامح. إذا بنطلع بالشيء كأنه نحن غلطنا، لنقول نحن مرة ضعفنا وأسأنا لرفقاتنا، نحن أكيد رح نحب إنه حدا يعطينا فرصة تانية أو يسامحنا، فليه ما بنعمل هالشيء تجاه الشخص اللي قدامنا؟ يعني نحن مثل ما بنحب إنه الناس اللي يعملونا هيك لازم نعامل الناس، يعني كلنا بنغلط، ما في حدا ما بيغلط، وكلنا بنستحق فرصة تانية، فبنفكر فيها بالميل التانية، ممكن نحن نغلط كمان، فحلو نسامح، وهيك بيعلمنا الكتاب المقدس. كتير حبيت اللي قلته، قنعتوني فيه انه ممكن ترجع العلاقه، وعجبتني انه الانسان بيغلط يوميا، نحن بنتعرض اكيد للغلط، مستحيل نقدر ما نغلط، ما في انسان ما بيغلط. ما فيك تكوني بست فريندز مع حدا عنده او عندها مبادئ وقيم عكسك. أنا برأيي أكيد كتير حلو الاختلاط مع ناس ما بتشبهنا، يمكن عندها أفكار ومعتقدات مش مثلنا، ولكن لما يجي الموضوع للصداقات القريبة يلي بنقضي 3/4 الوقت مع بعض، لا أنا بفضل إنه تكون صديقتي المقربة بتشبهني بالأفكار وبالإيمان، هيك إذا أنا ضعفت هي بتصلي لي، لأنه كتير صعب تكفر علاقة وتكون ناجحة إذا كل حدا بيفكر بشيء مختلف. صعب نكون عم نكون صداقة مع أشخاص ما بتوافقنا، دائما عندها مبادئ مش قادرة تترك منا أي شيء، مقتنعة بمبادئها وبدها الشخص الثاني هو يغير، فنحن دائما عم نختار نكون مع حدا من نفس بيئتنا، من نفس عيشتنا، مش نكون كتير مبعدين لحتى نقدر نكون مع بعض وما لا يوم نفترق. أنا بلاقي إنه كمان غير المبادئ، أنا كمبادئ دايما بدور على الشخص اللي مبادئه كتير قريبة لمبادئ أنا، وأنا شخص مبادئه يعني هي حياته عامة، يعني ما بقدر إني أغير مبادئي بشكل كتير سهل، وأي حدا حلاقي تعارض كتير كبير مع مبادئي ما حقله تعال كون بس فرد، لأنه هيدا شيء أبدا مستحيل. وغير هيك التربية كمان بتختلف، يعني أنا مثلا أنا مربي هيك، إذا هي غير جو فما بنقدر نكون سوا.
اذا مبادئه او قيمه للشخص كثير بيختلفوا عني، اكيد ما حقدر يكون best of friends معه، اكيد بده يكون حيصير في صراع بيناتنا، لانه ما حنكون نحن مش متفقين على كذا شغله. انا برايي انه المبادئ هن الاساس، ويكونوا اكثر شيء مشتركين، وبعدين كل شيء حديث الحديث. ثانك يو جايز، يعطيكم العافيه.